اقول لك سر، جه عليا فترة ما كنتش بنام، اقول انا حققت ايه ووصلت لفين ما بين الناس، خايف من شماتة القريب قبل الغريب، وكتير كنت بمشي في سكك مش مقتنع بيها، واخد خطوات مش شبهي بس علشان خايف من الانتقاد، حاسس ان العيون بص عليا ومراقباني، ودماغي بشكل غريب كانت مستلماني، لحد لما قريت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث يطفي الدماغ ويدي البال المشغول اجازة مش بطالة. وبيحكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه ان كل نبي هيجي يوم القيامة ومعاه اللي امنوا بيه وصدقوه في الدنيا، وبيقول عليه الصلاة والسلام ان هيجي نبي يوم القيامة ومعاه واحد بس هو اللي امن بيه وصدقه في الدنيا، وهيجي نبي تاني معاه اتنين هم اللي صدقوه واتبعوه، والتالت هيجي معاه مجموعة من الناس ما يكملش عددهم عدد صوابع الايد الواحدة، وهيجي نبي وحداني يقف بطوله قدام ربنا ومفيش ولا بني آدم آمن بيه واتبعه. هنا بقى أنا وقفت وقلت لما في أنبياء محدش صدقهم خرجوا من الدنيا بكفوفهم فاضية، إزاي وأنا مش نبي ولا عندي المقومات اللي كانت عند المرسلين؟ عمال أتعب قلبي وشغال تأنيب في نفسي، مع إن ربنا سبحانه وتعالى طالبني بالسعي على قد مجهودي، والتوفيق بأمره، والخسارة أكيد لحكمة ومكسبها متحوش عنده، والحياة والدنيا ما هياش خناقة ولا مقياس، والأرزاق بإيده سبحانه وتعالى، والنصيب مكتوب، لا ينفع نعاير ولا ينفع نتعاير. كل واحد عنده معركته اللي بيحارب فيها، وممكن غيرنا خفيف فبيجري وفي نظر غيره بقى بطل، مع ان ساعات اللي بيبقى قادر يقف على رجليه بيبقى في نظر ربنا كبير، وده لانه شايل ومحمل. فما تشغلش بالك هتوصل امتى وفين، اشغل بالك بسلامك النفسي، لان ده لوحده وصول، وصدقني كتير من الناس بقالهم سنين ما يعرفوش طريقه. السلام عليكم.